اللي ما تعرفوش عنه ان هو مثل مشهد وفاته قبل ما يموت فعلا بساعات قليلة قوي. يعني كان على المسرح عمل مشهد ودخل جوه التابوت، وبعدها بساعات كانت وفاته الحقيقية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو فيديو عجبك. الضيف احمد. الضيف احمد اتولد 12 فبراير 1936. ممثل طبعا كوميدي، اتولد في مدينة اسمها تمي الامديد بالدقهلية. اسمه بالكامل بقى الضيف احمد الضيف. بدايته خالص كده كانت قبل بقى ثلاثي اضواء المسرح واشتراكه في تأسيس فرقة ثلاثي اضواء المسرح سمير غانم وجورج سيدهم، وهو كان اللي اكتشفه فؤاد المهندس. اكتشفوا منين؟ كان بيقدم مسرحيات على مسرح الجامعة، وفؤاد المهندس هناك راح شافه وعجبه جدا فرشحه لمسرحية انا وهو وهي. كانت الانطلاقة الحقيقية بقى ليه بعد كده لما عمل ثلاثي اضواء المسرح طبعا مع سمير غانم وجورج سيدهم، وبقى هو العقل المدبر للفرقة هو. يعني في ناس كتير فاكرة ان سمير غانم ممكن هو يكون قائد الفرقة وجورج سيدهم، لا، ده كان هو الدماغ بتاعت الفرقة. كان كمان مخرج، اخرج مسرحيات كتير، قدم 40 فيلم هو طول حياته طبعا، هي زي القاهرة في الليل واخر شقاوة والمشاغبون اصدقاء الثلاثة شاطئ المرح. عمل حاجات كتير جدا، حتى في الحاجات اللي كان بيظهر فيها مشهد ولا حاجة، زي مشهد طبعا اللي ظهر فيه مع رشدي أباظة في مستشفى المجانين في فيلم عروس النيل، كان كفيل بانك ما تنساش الظهور بتاعه ابدا. دراسته ايه بقى؟ كان في انهي مسرح جامعة؟ يعني هو كان حاصل على ليسانس اداب قسم اجتماع سنة 60. تحديدا المسرحية اللي شافوا فيها فؤاد المهندس وهو بيعرضها وعجبه كان اسمها الاخوة كرامازوف. دي اللي شافه فؤاد المهندس وشاف ان هو لازم يديله دور مهم في مسرحيته الشهيرة انا وهو وهي. هو مش بس مثل، ده كمان اخرج مسرحيات اهمها كل واحد له عفريت، والراجل اللي جوز مراته اللي هي كانت اخر مسرحيه عملها الضيف احمد. وكتب كمان افلام، يعني هو كتب فيلم ربع دستة اشرار بطوله النجم فؤاد المهندس، ولحن سكتشات كتير قوي من فيلم 30 يوم في السجن. من اهم السكتشات اللي لحنها يا ماما حواء يا بابا ادم. اكيد طبعا عارف السكتش ده بتاع لو كانوا لو سالونا قبل ما يخلفونا، دي الحان الضيف احمد. شارك الضيف احمد في بطولة عدد من الاعمال برضه زي شباب مجنون جدا، شاطئ المرح، المجانين ثلاثة. شارك في بطولة مسرحيات كتيرة كمان. اتجوز الضيف احمد من السيدة نبيلة مندور، خلف منها بنت واحدة بس اسمها رشا. ازاي اتجوز من زوجته نبيلة؟ بتقول بقى هي نبيلة نفسها بتقول ان يعني قبل الجواز ب7 شهور كانت يا دوبك اتعرفت عليه. كانت هي شغالة في مكتب بيقدم خدمات عقارية، مكتب عقارات يعني، وراحت تزور صاحبتها اللي هي عيانة، وكان موجود هناك من ضمن الناس اللي جايه تزور العيانة دي الضيف احمد. وتعرف عليها وسألها انت شغالة ايه، فقالت له في شركة عقارية. فقال لها تعرفي حد بيكتب قصص بوليسية عشان تتعمل السينما؟ قالت له اه في صديقة ليا وكده في الشركة، هبقى اجيب لك رقمها. فراح لها الشركة اكتر من مرة، الشركة العقارية، وتعرف على صاحبتها دي وخد منها النصوص دي والقصص البوليسية دي، وجي اكتر من مرة الشركة. ولكن نبيلة ابوها توفى، فخدت اجازة كبيرة من الشركة. بعدين هي عرفت ان هو جه اكتر من مرة الشركة عشان يسأل عليها وما لقاهاش. بعدين عرف بوفاة والدها، فراح قال يشوف بقى ايه هي قاعدة فين دلوقتي. فراح خد رقم قرايبها وراح لهم وطلب ايدها من ابن عمها اللي كانت ساكنة وقتها في البيت بتاعهم. واتجوزوا بالفعل قبل وفاة ضيف احمد ب3 سنين، يعني اتجوزوا سنة 67. وراحوا قضوا شهر العسل في الاسماعيلية، وبالظبط كده وقت تصوير فيلم شاطئ المرح جالهم بنتهم الوحيدة رشا. كلمت عنه زوجته وقالت ان هي يعني ما شافتش حد يعني بالهدوء ولا بالطيبة بتاعت ضيف احمد، وانه كان محب جدا لاصدقائه وبيحب المزيكا جدا، وكان هادي ما بيحبش يزعق ولا يحب يعمل اي مشاكل. كل اصحابه كانوا بيصفوه حتى ان هو ابن موت، من كتر ما هو شخص نبيه جدا وذكي جدا
وفي صفات كلها زي الطيبة والخجل والاحترام والتواضع. كانوا بيقولوا عليه انه ابن موت. الضيف احمد بقى قبل ما يتوفى ب3 سنين بالظبط كان متجوز وخلف بنته الوحيدة رشا. وقبل وفاته ب6 شهور اشترى قطعة ارض في قريته واشتراها ليه هو ولاخواته كرمز يعني للوفاء العائلي من الفلوس اللي جمعها. لكنه للأسف قبل ما ينهي البيت اللي كان بيبنيه في الأرض دي يتوفى قبل ما يحقق الأمنية الوحيدة بتاعته. آخر مسرحية أخرجها الضيف أحمد كانت بعنوان الراجل اللي جوز مراته، بتسخر من الموت في كل فصولها. وبتنتهي المسرحية المقتبسة دي يعني مقتبسة من كاتب أمريكي بعنوان القبض على الموت أساسا. بتنتهي المسرحية بوفاة البطل، الأمر اللي اتحقق بالفعل. فبعد ساعات قليلة من إجراء أحد البروفات الأخرانية للمسرحية دي روح البيت وكان باين عليه الإرهاق الشديد قوي. بعدين جات له نوبات كده من الاختناق وشعر بألم حاد في الصدر. ويعني الجيران نقلوه المستشفى العجوزة، وهناك فارق الحياة وهو في الطريق. يعني هو رايح لمستشفى العجوزة كده في الطريق جات له سكتة قلبية وتوفى وكان عنده 34 سنة بس. من ضمن الإشاعات اللي اتقالت إن هو لأ ده هو فريقه اللي كان بيشجعه خسر مباراة فبالتالي هو جات له أزمة قلبية بعدها. وفي ناس قالوا إن هو كان راجع من المسرح بس منهك وتعبان عشان كده حصلت الوفاة بإجهاد أو سكتة قلبية. أما سمير غانم بيحكي بقى إزاي حصل موضوع الوفاة ده أو إزاي عرف هو بموضوع الوفاة. بيقول سمير غانم في التلفزيون قبل كده قال إن أنا كنت في مع الضيف أحمد يعني بعد ما رجعت من الأردن، وشدد عليا جامد قوي إن أنا أحضر بروفات المسرحية. كانوا بيعملوا مسرحية وقتها الراجل اللي جوز مراته، وبيشدد عليه جامد قوي إنه يكمل حضور المسرحية والبروفات بتاعتها. وفي المطار بيقول بقى سمير غانم عازف الكمانجة بالفرقة الماسية قال له شوف كده الضيف أحمد واقف إزاي، ده شكله كده هيموت. وراح قايل له لا ده كان هادي اليوم كله النهارده بس مش عارف ماله كده شكله تعبان جدا يعني. في منتصف الليله دي جاء اتصال سمير غانم من الفنان جورج سيدهم الله يرحمه عشان يقول له ان الضيف احمد مات. ويعني للاسف هو كمان كان ليه نصيب من اسمه الضيف احمد، وهو ضيف فعلا على الدنيا. قعد 34 سنه بس رغم ان هو كان بالشهرة دي وبالنجاح ده كله عنده حضور جامد جدا وما مثلش كتير، أعماله الفنية مش كبيرة ولكن انت اكيد عرفته وكل الناس عارفاه. كان عنده حضور جامد جدا، والدليل على ان هو كان العقل المدبر وانشط واحد في الفرقة وهو العبقري بتاع الفرقة ان الفرقة اتأثرت جامد جدا بعد وفاته. مبقاش ليها اي اهمية فرقة ثلاثي اضواء المسرح برحيل دينامو الفرقة. وهو بالفعل كان الدينامو هو اللي كان يعني بيحضرهم البروفات وزي ما احنا شفنا حتى. في مسرحية راجل اللي جوز مراته ما كانتش بتسخر من الموت يعني كسخرية، لكنها كانت بتعتبر ان الموت ده صديق مهذب. ودي اللي هو ما كملهاش يعني، دي مات في البروفات بعد البروفات بتاعتها.